السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات مستر سمايلي من معبد الكرنك. إن شاء الله هفرجكم على صالة الأعمدة الموجودة في معبد الكرنك. شايفين قدامنا دي المسلة اللي هي بنيتها على المسلة اللي على المسلة اللي على الشمال. في مسلتين قدامنا، واحدة على الشمال وواحدة على اليمين. المسلة اللي على الشمال دي بنيتها الملكة حتشبسوت. طبعا المسلة اللي على الشمال دي ارتفاعها 32 متر وبتزن 300 طن. المسلة اللي على اليمين دي لوالد الملكة حتشبسوت وهو الملك تحتمس الأول. دي 23 متر في ارتفاعه وبتزن 130 طن. دي طبعا صالة الأعمدة اللي احنا شايفينها واحدة من عجائب العالم القديم. مساحتها 5000 متر مربع. بناها طبعا الملك تحتمس بناها الملك رمسيس الأول، وبعدين كملها ابنه الملك سيتي الأول، وبعدين كملها الملك رمسيس الثاني. هنتمشى شوية في صالة الأعمدة. شايفين اللي قدامنا دي طبعا دي ترميمات في معبد الكرنك اللي هو يعتبر من أكبر المعابد الموجودة في مصر. ادي جمال صالة الأعمدة. شايفين الألوان، جمال الألوان موجودة في الصالة اهو. ماشية شوية. الصالة دي كانت مسقوفة، يعني لها سقف، لكن للأسف السقف ده وقع في الزلزال اللي حصل في طيبة القديمة عام 27 قبل الميلاد. وكمان السقف ده وقع عن طريق طبعا اللي هو الفيضان، اللي هو فيضان نهر النيل. دي صالة الأعمدة طبعا. كان القدماء المصريين اللوكال يعني بيبول كانوا بيجوا بيصلوا في الصالة دي، يقدموا الطقوس الدينية للإله آمون. دي شوف جمال، شايفين طبعا دي جمال المسلة من هنا. شوف جمال الألوان. ان شاء الله يا جماعه يكون الفيديو حاز على اعجابكم. معاكم مستر سمايلي، انتظروني في فيديو جديد من اثارنا الجميله في مصر. السلام عليكم.